السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد وفيديو جديد وصفة جديدة. في هذا الفيديو غادي تشوفوا طريقة تحضير رولي بالدجاج، كيجي رائع شكلا ومذاقا. ممكن تصيبوه كطبق للضيافة، كيجي هماوي. والجميل أنه سهل وسريع التحضير، ممكن في ظرف ساعتين إن شاء الله تكون عندك الطبلة واجدة. فتبعوا معايا المقادير والخطوات باش يجيكم إن شاء الله ناجح 100%. فاول حاجه غنحتاجو كيلو من صدر الدجاج، غنقطعوه قطع صغيره. ممكن هاد الكميه تستعملوا فقط النصف منها، يعني تستعملوا نصف المقادير على حسب الرغبه. فغنستعملوا مع كيلو ديال صدر الدجاج غنستعملوا تقريبا واحد 4 فصوص ديال الثومه، غنحكوهم. غادي نضيفوا واحد 3 المعالق مملوءه من القزبر المعدنوس. غنديروا تقريبا واحد معلقه عامره ونص من سكنجبير، واحد الملعقه صغيره من الفلفل الاسود او الابزار، القليل من الملح تقريبا واحد المعلقه مملوءه. هنا خديت واحد 2 بصلات اللي قطعتهم قطع صغيره وشحرتهم مزيان مع الزيت، وضفت لهم شويه د الملحه، شويه ديال الابزار، وغنضيفوهم. غنضيفوا واحد المعلقه ديال المطارد، وتقريبا معلقه صغيره مع عامراش ديال الهريسه على حسب الرغبه، ممكن ديروا اكثر. وواحد 2 معالق ديال السميده، او ممكن ديروا لا شابلور. غنضيف بيضه، وانا ما تصورتش ليا البيضه الثانيه، فمن بعد ما بديت كنطحن جاني الخليط شويه ثقيل فضفت بيضه اخرى. غناخذوا ورق المطبخ وندهنوه مزيان بالزيت، وندهنوا ايضا اليدين بالزيت، وناخذوا هذاك الخليط من بعد ما طحناه مزيان. غادي نسرحوه كما شفتوا، وناخذوا صلصه البيستو غادي ندهنوها على الوجه. هنا تقريبا استعملت 2 معالق، استعملت صلصه البيستو الواجده، ممكن انكم تحضروها في المنزل. فغادي نعطيكم مقادير ديال البيستو بسرعه. غادي نحتاجوا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، 2 فصوصات ديال الثوم، واحد تقريبا ثلث كاس ديال الكركاع، 2 قبضات ديال اوراق الريحان او الحبق، واحد الرشه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال الملحه. غادي نطحنوا هذا الشيء، وبالتالي يعني غادي نحصلوا على صلصه البيستو. كما شفتوا فرشنا واحد الطبقه من لاشيك ديال داند فيمي. ممكن تستعملوا اي نوع من انواع لا شاركوتري، يعني على حسب الرغبه، وممكن ايضا يعني تستغنوا عليها على حسب يعني اللي تفضلوا. وغادي نديروا واحد الرشه ديال الجبن ونلويو كما شاهدتوا في الفيديو. من بعد غادي نلويو عليها بالالومنيوم، ونسدو في الجوانب جيدا لان غادي تطلق يعني العصاره. فنحاولوا ان البلاصه اللي سدينا فيها في الاول تكون من الاعلى. فغادي ندخلوه للفرن تقريبا لمده ساعه وربع، ما نزيدوش اكثر باش ما تنشفش لينا يعني ويبقى فتي وبنين. في واحد المقلاة غادي نوجدوا الصلصه المرافقه. غادي ناخذوا بصله كبيره غنقطعوها قطع رقيقه، وغادي نضيفوا عليها شويه الزيت وشويه ديال الزبده، واحد الملعقه ديال الزبده، استعملت زيت الزيتون. فمن بعد ما غادي تطيح هذيك البصله شويه غادي نضيفوا الفطر اللي غنقطعوه قطع صغيره. ممكن انكم تستعملوا الفطر عفوا المعلب اذا ما كاينش هذا الطري. نستمروا في التحريك حتى يعني تشحر لينا الفطر مزيان، ونضيفوا شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الملح، واحد الرشه من الثوم بودره. غنديروا ملعقه تقريبا او ملعقتين من صلصه البيستو، وملعقه من المطارد. غادي نحركوا هاد المكونات جيدا، ومن بعد غادي نضيفوا واحد الكوب عامر اولا كوب ونصف ديال الكريمه، كريمه الطبخ السائله.
فكميه الكريمه تتبقى على حساب يعني الكميه ديال لاصوص اللي بغيتو يعني تكون عندكم. ممكن تضيفوا اولا تنقصوا على حساب الرغبه. ونخليو هذيك لاصوص تعقاد. من بعد ما يطيب لينا هذاك الرولو غنخرجوه ونحلو عليه وندهنوه بابيض اولا عفوا بصفار بيضه ضفت عليها قطرات من صلصه الصوجا. ندهنوها وردوها تقريبا واحد 10 دقائق حتى يتحمر هذا الرولي. ومن بعد ما يتحمر غادي نخرجوه وغادي نقطعوه دوائر. ممكن تكون يعني بالسمك اللي نتوما كتفضلوا. فكما قلت لكم ما تفوتوش ليه الطياب لان الا طاب بزاف فكيولي ناشف. فملي تخرجوه غادي عيد تقيسوا يعني تقيسوا هذاك الرولي غيبان لكم انه يعني شد راسو فتما غنعرفوا انه طايب. وتنقدموه بهذه الطريقه. انا قدمته مع هذه السلطه. ممكن انكم تقدموه مع خضر مشويه ونسقيوه بهذا الصلصه. بالنسبه للصلصه ممكن انكم تسقيو فقط او توضعوها فقط في جانب واحد. كاين اللي مثلا اللي ما يبغيهاش او يبغي كميه قليله. وهذا هو الشكل ديال الرولي ديالنا. فكيجي بنين ورائع وكما قلت لكم انه سهل التحضير وسريع. ودائما اذا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد وشاركوها مع اصحابكم وحبابكم. شكرا جزيلا والى اللقاء ان شاء الله فرصه قادمه مع وصفات جديده واعمال يدويه تكون في المستوى.